بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب واهلا بيكم في فيديو جديد مع المشجع الهلالي. واللي دلوقتي عزيزي المشجع الهلالي انا هتكلم فيه معاك عن اهم واخر اخبار نادي الهلال. بس كالعاده حابين ان احنا نصلي على النبي ونقول عليه افضل الصلاه والسلام، وفضلا ليس امرا دعمنا بزر اللايك، ولو مش مشترك في القناه فانا بدعوك للاشتراك فيها. ودلوقتي وعلى بركه الله خلينا نبتدي في اخر اخبار نادي الهلال. واول خبر معايا يا شباب وهو رفضت إدارة نادي باريس سان جيرمان العرض المغري المقدم من نادي الهلال من أجل بيع اللاعب الإيطالي ماركو فيراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية. طيب شوفوا يا شباب، يعني لحد علمي ان الفترة اللي فاتت كانت إدارة نادي الهلال أو المفوض الهلالي كان متواصل مع إدارة باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع اللاعب، وكان موصل العرض إلى 30 مليون يورو. لكن يعني في اللحظات الأخيرة المفوض الهلالي انسحب من الصفقة وحب يدور على اللاعب الأقوى بديلا من اللاعب ماركو فيراتي. لكن ما تزعلش مني، يعني المفوض الهلالي فشل أو ما نجحش إن هو يجيب يعني صفقة قوية لنادي الهلال، فرجع وجدد التفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع اللاعب الإيطالي. لكن يعني المفوض الهلالي فوجئ بأن إدارة باريس سان جيرمان طالبة عرض أكبر من 30 مليون يورو. طيب المفوض الهلالي وصل العرض إلى 45 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب، لكن إدارة نادي باريس سان جيرمان أو مالك باريس سان جيرمان رفض العرض المقدم من نادي الهلال وطالب عرض يعني يكون أقوى من كده بكتير أو مبلغ مالي أكبر من كده بكتير. طيب شوفوا يا شباب، يعني اللاعب بيلعب مركز 6. طيب السؤال هنا، هل فعلا نادي الهلال محتاج إلى هذا المركز ولا مش في احتياج إلى هذا المركز؟ طيب أنا ممكن أجاوب على السؤال دوت يا شباب، وإجابتي اللي هي متواضعة اللي لا قيمة لها على الإطلاق. طيب شوفوا يا شباب، نادي الهلال مش في احتياج إلى هذا المركز. نادي الهلال فيه لعيبة كتيرة جدا في وسط الملعب. أنت عندك بيلعب 6 اللاعب عبد الإله المالكي، وده ربنا يشفيه ويرجع يعني افضل من الاول. كمان انت عندك اللاعب محمد كانو يلعب في هذا المركز. كمان انت عندك اللاعب القوي جدا روبن نيفيز اللي بيلعب 6 وبيلعب 8. فانت اصبح مش في احتياج لهذا المركز. انت محتاج يعني بعض اللعيبه اللي هم يعني في خط الهجوم، وعندك كمان اللاعب يعني اللي انت محتاجه الباك شمال جنب ياسر الشهراني. انت محتاج لاعب قوي جدا جنب ياسر الشهراني علشان انت تقدر تكمل الموسم اللي جاي. انت لغايه دلوقتي ما عندكش غير اللاعب ياسر الشهراني باك شمال، وانت المدير الفني طالب منك رأس حربة صريح. فانت مش في احتياج ان انت تجيب لاعب رقم 6 تاني. انت عندك لعيبه كتيره جدا في وسط الملعب. فانا شايف ان نادي الهلال مش في احتياج الى اللاعب الايطالي ده من وجهه نظري المتواضعه اللي لا قيمه لها على الاطلاق. طيب تعالى بقى نشوف الخبر الثاني يا شباب، وهو دخلت اداره نادي الهلال في مفاوضات مع الكندي جوناثان ديفيد مهاجم نادي ليل الفرنسي من اجل ضمه في فتره الانتقالات الصيفيه. طيب شوفوا يا شباب، يعني المدير الفني خورخيه جيسوس طالب من مفوض الهلالي او من اداره نادي الهلال ان هي تتعاقد مع لاعب في خط الهجوم يكون قوي جدا. وفعلا اللي هو اداره نادي الهلال بتشتغل عليه ان هي تحاول تجيب لعيب في خط الهجوم قوي جدا. فهنشوف الايام اللي جايه فعلا اداره نادي الهلال هتوفر احتياجات المدرب ولا مش هتقدر توفر احتياجات المدرب. طيب تعال بقى نشوف الخبر الثالث يا شباب، وهو تسعى اداره نادي الهلال في التعاقد مع اللاعب البرتغالي ولاعب اتلتيكو مدريد جواو فيليكس في فتره الانتقالات الحاليه. طيب شوفوا يا شباب، يعني اداره اتلتيكو مدريد حابه تتخلص من اللاعب ببيع نهائي او اعاره مع حقيه الشراء. وهنا عرف طبعا المدير الفني خورخيه جيسوس فابلغ اداره نادي الهلال ان هي تتعاقد مع اللاعب. وفعلا اداره نادي الهلال قدمت عرض للتعاقد مع اللاعب ب 22 مليون يورو. كمان المدير الفني لنادي الهلال تواصل مع اللاعب هاتفيا من اجل اقناعه باللعب الى صفوف نادي الهلال، لكن اللاعب رافض ان هو يجي الى الدوري السعودي وحابب يكمل مسيرته الاحترافيه في اوروبا. كمان
اللاعب منتظر عرض من نادي برشلونة من اجل ان هو ينتقل الى صفوف برشلونة ويلعب في دوري ابطال اوروبا او المشاركات الاوروبيه. انا مش شايف يا شباب يعني ان هي هتكون صفقه قويه زي ما المنافس عامل جايب كريستيانو رونالدو، والمنافس كمان جايب يعني كريم بنزيما. انا مش شايف ان هو هتكون صفقه قويه لنادي الهلال. طيب تعالى بقى نتكلم عن الخبر الرابع يا شباب، وهو يتواجد اللاعب الصربي ألكسندر متروفيتش في دولة الإمارات من أجل عمل فحوصات طبية من أجل إتمام التعاقد مع نادي الهلال. طيب شوفوا يا شباب، يعني على الحد علمي ان اللاعب ألكسندر متروفيتش متواجد في الامارات، كمان متواجد رئيس نادي الهلال فهد بن نافل في الامارات مع اللاعب من اجل الفحوصات الطبيه. وفي حاله اجتياز اللاعب ألكسندر متروفيتش اجتيازه الفحوصات الطبيه، هنا اداره نادي الهلال هتتعاقد مع اللاعب وتعلن اداره نادي الهلال رسميا ان اللاعب ألكسندر متروفيتش لاعب في نادي الهلال. وده اللي بتمناه ان شاء الله. وفي النهايه يا شباب انا كده خلصت معاك اخباري كلها عن نادي الهلال، وفي النهايه يا شباب ما يسعنيش غير ان انا اشكر حضراتكم. سلام.